اهلا بيكم في كروشيه الهوانم. اتمنى تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله انا هعمل مفرش، اتمنى يا رب انه يعجبكم. انا هستخدم في المفرش ده لولي زي ما انتوا حابين. لو حابين تحطوه الضموا معاكم في الخيط قبل ما تشتغلوا، مش حابين برضو دي حاجه براحتكم. هستخدم خيط قطن، ده خيط قطن رفيع او خيط الكوتون برليه برضو ينفع جدا. وهستخدم مع المفرش ده ابره مقاس 2 مللي. هكتب لكم ابعاد المفرش وهكتب لكم الخيط قد ايه بالظبط الكميه تحت في صندوق الوصف. هقول بسم الله وهبدأ عقدة البداية. بعد كده هشتغل 7 سلسلة، 3 4 5 6 7. وهاجي في الغرزة الأولى هدخل بالإبرة أسحب الخيط وألف وأطلع مرة واحدة من الحلقة منزلقة. هتتكون عندي الدايرة الصغيرة دي. هشتغل الأول 5 سلسلة، هلف الخيط على الإبرة وهدخل في نفس الدايرة واشتغل عمود بلفة، ألف واطلع من كل لفتين مع بعض 2 سلسلة في نفس الدايرة، أدخل تاني عمود بلفة 2 سلسلة نفس الدايرة، عمود بلفة 3 لفات على الإبرة، بلف واطلع من كل لفتين مع بعض 2 سلسلة، بشتغل 11 عمود بلفة. ممكن أقص الخيط الزيادة ده وأكمل 2 سلسلة عمود تاني زي ما اتفقنا، بلف واطلع من كل لفتين مع بعض، بشتغل 11 عمود غير عمود الارتفاع. كده عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، 2 سلسلة 9، 2 سلسلة. مش محتاجة انا اللولي دلوقتي. وادي 10، 2 سلسلة، وادي 11. هتأكد بعمود الارتفاع هيبقوا 12، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 2 سلسلة وهاجي في الغرزة التالتة 1 2. في الغرزة التالتة هدخل أسحب الخيط واطلع من الحلقة مرة واحدة منزلقة. السطر الجاي هرتفع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. بعد كده هلف الخيط على الإبرة وهاجي فوق العمود التاني أدخل واشتغل عمود بلفة وارجع تاني 3 سلسلة، واجي فوق العمود اللي بعده هشتغل عمود، بلف واطلع من كل لفتين مع بعض 3 سلسلة، فوق العمود اللي بعده عمود، 3 سلسلة، وبكمل بنفس الطريقة كده لحد ما اخلص السطر كله. انا هنا وصلت لاخر السطر، هشتغل 3 سلسلة وهاجي هنا في الغرزة التالتة 1 2 3 ادخل اسحب الخيط والف واطلع مرة واحدة منزلقة. السطر الجاي هرتفع 3 سلسلة برضو وهاجي في نفس الغرزة هدخل واشتغل عمود بلفتين حرف في او عمودين في نفس الغرزة، 3 سلسلة، وهيجي على العمود اللي بعده برضو هدخل في نفس الغرزة اشتغل 2 عمود، 1 2،
وارجع تاني 3 سلسلة، واجي فوق العمود اللي بعده برضو ادخل واشتغل. ادي العمود الاول، وفي نفس الغرزة العمود التاني، وارجع تاني 3 سلسلة، واجي على الغرزة اللي بعدها برضو اشتغل 2 عمود. ادي العمود الاول، العمود التاني، وبكمل كده بنفس الطريقة لحد ما اخلص السطر كله. هنا وصلنا لاخر السطر، هشتغل 3 سلسلة وهاجي برضو في الغرزة الثالثة واشتغل منزلقة. السطر الجاي هرتفع 3 سلسلة اللي هو ارتفاع العمود، و3 سلسلة تاني للفراغ، وهاجي في العمود اللي جنبه هشتغل برضو 2 عمود في نفس الغرزة. ادي العمود الاول، وادي العمود التاني، سلسلة واحدة، وهاجي على العمودين اللي جنبيها العمود الاول هشتغل تاني 2 عمود في نفس الغرزة، 3 سلسلة و2 عمود في الغرزة اللي جنبها، 1 2 سلسلة واحدة. هاجي برضو على العمود اللي بعده هشتغل الاول 2 عمود، سلسلة واحدة، وهاجي في سوري 3 سلسلة، وهاجي في العمود اللي جنبه اشتغل 2 عمود نفس الغرزة، سلسلة واحدة، العمود اللي جنبه الاول هشتغل 2 عمود، تلاتة سلسلة و2 عمود في العمود اللي جنبه، 1 2، وبكمل بنفس الطريقة كده لحد اخر السطر عندي. هنا وصلت لاخر السطر، فاشتغلت 2 عمود، هشتغل سلسلة واحدة، وهاجي هنا جنب او في نفس الغرزة اللي طلعنا منها 3 سلسلة واشتغل العمود عشان يبقى ده العمود التاني للسلسلة اللي احنا اشتغلناها، وهعد 1 2 في الغرزة الثالثة، هدخل اسحب واطلع منزلقة. كده خلصت السطر. السطر الجاي هدخل في الفراغ ال3 سلسلة، اسحب الخيط واطلع مرة واحدة منزلقة، بعد كده ارتفع 3 سلسلة العمود، وبعدين 3 سلسلة للفراغ. هلف الخيط على الإبرة وهاجي في نفس الفراغ اشتغل 3 عواميد، 1 2 3. بعد كده سلسلة واحدة، هاجي على طول للفراغ حرف الفي اللي هو بين العمودين، هدخل في قلب بين العمودين كده واشتغل 3 عمود، 1 2 3. بعد كده 3 سلسلة، وفي نفس الفراغ هدخل واشتغل 3 عمود، 1 2 3، سلسلة واحدة على طول لحرف الفي اللي بعده، هشتغل في قلب حرف الفي برضو 3 عمود، 3 سلسلة، وفي نفس الغرزة 3 عمود تاني، 1 2 3، سلسلة واحدة، واكرر بقى في نفس الطريقة كده 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، سلسلة واحدة، وبكمل لحد ما اخلص السطر بتاعي. هنا وصلت لاخر السطر، هاجي اشتغل سلسلة وهاجي في الفراغ واشتغل 2 عمود مع عمود الارتفاع عشان كلهم يبقوا 3، واجي برضو في الغرزة الثالثة 1 2 3
أدخل أسحب وأطلع منزلقة. بعد كده السطر الجاي هدخل في الغرزة اللي جنبيها تاني منزلقة، بعد كده ارتفع 3 سلسلة و3 سلسلة تاني للفراغ ما بينهم، يبقى 6. وهاجي هنا في الفراغ هشتغل 4 عواميد بلفة، 1 2 3 وادي العمود الرابع. بعد كده هنا كنا شغالين سلسلة، في السطر ده هشتغل سلسلتين، هاجي في الفراغ اللي بعده اشتغل 4 عواميد بلفة، بعد كده 3 سلسلة و4 عواميد بلفة تاني في نفس المكان، 1 2 3 4 سلسلتين، وأكمل بنفس الطريقة. الفراغ اللي بعده أدخل 4 عمود، 1 2 3 4 وأجي أشتغل 3 سلسلة، وفي نفس الفراغ 4 عمود تاني بلفة، 1 2 3 4. بعد كده 2 سلسلة، وأكرر بنفس الطريقة كده لحد ما أخلص السطر بتاعي. هنا وصلت لآخر السطر واشتغلت 2 سلسلة، وهيجي هنا هشتغل 3 عواميد، 1 2 3 وهقفل في الغرزة التالتة بنفس الطريقة. بعد كده هخش في الغرزة اللي جنبيها واشتغل تاني منزلقة، يبقى انا وصلت للنص كده، وهرتفع 3 سلسلة، هشتغل عمود تاني، وادي عمود تالت وعمود رابع. بعد كده هشتغل سلسلة واحدة، وهنا هبتدي اشتغل اول واحدة لولي. فبعمل ايه؟ بصوا، بجيبها كده جنب الغرزة واسحب واطلع مرة واحدة من الحلقة، واشتغل سلسلة تاني. بعد كده في نفس المكان هدخل واشتغل 4 عمود بلفة، 1 2 3 4. بعد كده 3 سلسلة، واجي في الفراغ الحرف الفي اللي بعده برضو هشتغل 4 عواميد الأول، 3 4 سلسلة، وأجيب واحدة لولي، أسحب الخيط كده وأطلع من الحلقة. بعد كده أشتغل سلسلة وأجي في نفس الفراغ وأشتغل 4 عمود بلفة، وارجع تاني 3 سلسلة، وأكمل في حرف الفي اللي بعده برضو تاني 4 سلسلة، 4 عمود، 2 3 4 سلسلة واحدة. هجيب برضو
واحدة لولي واشتغل سلسلة وارجع تاني في نفس المكان اشتغل بقية العواميد بتاعتي اللي هما الاربع عواميد، 1 2 3 4، واكرر بقى بنفس الطريقة كده زي ما انتوا شايفين لحد لما اخلص السطر كله بتاعي. هنا انا خلصت الدايرة زي ما انتوا شايفين كده، فباجي بعد ما اشتغلت 3 سلسلة وهاجي في الغرزة الثالثة هدخل بالإبرة اسحب الخيط واطلع مرة واحدة منزلقة. السطر الجاي هيبقى مختلف شوية. هنعمل ايه؟ هخش منزلقة لحد ما اوصل فوق الغرزة اللي فوق الخرزة او فوق اللولي، فهدخل في الغرزة اللي بعديها اسحب واطلع منزلقة، الغرزة اللي بعدها ادخل واسحب منزلقة، الغرزة اللي بعدها منزلقة لحد ما اوصل للغرزة اللي فوق اللولي، ودي اللي انا هشتغل فيها. هعمل ايه؟ هرتفع 3 سلسلة وفي نفس الغرزة هشتغل 2 عمود بلفة، 1 2، يبقى انا كده عندي 3 عواميد. السطر الجاي هرتفع 3 سلسلة، هلف الشغل، مش هكمل بقى الدايرة ده، انا هشتغل في كل شجرة لوحدها، وهلف الخيط على الإبرة في نفس الغرزة هشتغل عمود تاني، نفس الغرزة عمود تاني، هيبقوا 3 عواميد في غرزة واحدة. بعد كده الغرزة اللي جنبيها عمود 1، والغرزة الثالثة من غرز الارتفاع هنشتغل فيها 3 عمود بلفة واحدة. ادخل كده في الغرزة 1 2 3، وده هيبتدي يديني الشكل الهرم. السطر الجاي هشتغل 3 سلسلة، هلف الشغل واجي في اول غرزة برضو اشتغل 2 عمود، 1 2، بعد كده عمود 1 فوق العمود اللي بعده، بعدين عمود تاني 1، بعد كده عمود 1. بس هعمل ايه؟ هدخل الاول اسحب 3 لفات، الف واطلع من اول لفتين، بعد كده هجيب واحدة لولي تاني واسحب، اجيب واحدة لولي اهي، واسحب الخيط واطلع من الحلقتين التانيين عشان تبقى في النص. بعد كده الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود تاني، بعدين عمود تاني، بعد كده في الغرزة الثالثة من غرز الارتفاع هشتغل فيها 3 عواميد بلفتين، سوري بلفة واحدة، مفيش ولا عمود بلفتين في المفرش كله. 2 3، فيبتدي يديني الشكل الهرم. السطر الجاي، بالنسبة للسطر الجاي هرتفع 3 سلسلة، هلف الشغل وهاجي برضو فوق اول عمود في نفس الغرزة هشتغل تاني 2 عمود بلفة في نفس الغرزة، بدخل في نفس الغرزة واشتغل 3 عواميد كده،
عمود الارتفاع و2 عمود مع بعض. بعد كده هشتغل في كل غرزة عمود ما عدا الغرزة الأخيرة، يعني هشتغل 9 عواميد. 2 3 4 والغرزة اللي فوق اللولي 5 6 7 8 وادي العمود التاسع. وهاجي على طول فوق الغرزة التالتة من غرز الارتفاع وهشتغل 3 عمود بلفة سوري. 1 2 3. بعد كده السطر الجاي هشتغل سلسلة واحدة، هلف الشغل. بصوا بقى شكلها هيبقى عامل زي الهرم. هاجي في اول غرزة ادخل اسحب الخيط واطلع مرة واحدة منزلقة. العمود اللي بعده هدخل اسحب واطلع مرة واحدة منزلقة. العمود اللي بعده، ادي العمود التالت الرابع خامس وادي العمود السادس. يبقى انا كده وصلت للعمود السادس. 1 2 3 4 5 6. بعد كده هرتفع 3 سلسلة وهاجي في نفس الفراغ واشتغل 2 عمود بلفة او نفس الغرزة 2 عمود بلفة. بعد كده هشتغل عمود واحد في الغرزة اللي بعدها، بعدين عمود واحد في الغرزة اللي بعدها، عمود واحد في الغرزة اللي بعدها، يبقى 3 عواميد. وفي العمود الأخير ده هشتغل 3 عواميد في نفس الغرزة. وده عشان ابتدي ادي شكل الشجرة بتاعتي. بالنسبة بقى للسطر الجاي هرجع بقى تاني ارتفع 3 سلسلة، الف الشغل وهشتغل في اول غرزة برضو 2 عمود بلفة. بعد كده هشتغل عمود واحد في الغرزة اللي بعدها، هلف واطلع من اول لفتين بس. وهنا هرجع اجيب واحدة لولي خلي بالكو بقى من حاجة، ان هنا عندي ظهر الشغل مش وشه. فهعمل ايه؟ هخلي اللولي كده هزقها لقدام واسحب الخيط واطلع من الحلقتين واخلي وشها الناحية التانية. بعد كده هشتغل 5 عواميد. ادي العمود اللي بعده 1 2 3 4 5 بعد كده عمود 1 6. يعني العمود ده هشتغل فيه كمان واحدة لولي، فهلف واطلع من اول حلقتين بس واجيب برضو واحدة لولي تانية. خلي بالكم زي ما اتفقنا ان ده ظهر الشغل، فبخلي اللولي كده بزقها لقدام كده واسحب الخيط من الحلقتين. بعد كده عندي الحلقة الأخيرة أو السلسلة الأخيرة في السلسلة الثالثة من سلاسل الارتفاع، هشتغل فيها 3 عواميد في نفس الغرزة. 1 2 3. فلو لفيتوا الشغل هتلاقوا هتبتدي تديني الشكل ده. السطر الجاي السطر هرتفع 3 سلسلة، هلف الشغل وهاجي برضو في اول غرزة عندي هدخل واشتغل 2 عمود في نفس الغرزة. بعد كده هشتغل 11 عمود بلفة
في كل غرزة هشتغل عمود. فلو جينا كده عدينا بعد التلات عواميد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، ادي 11 عمود. هاجي في الغرزة بقى التالتة من غرز الارتفاع ادخل فيها واشتغل 3 عواميد في نفس الغرزة. السطر الجاي هرتفع 3 سلسلة، هلف الشغل واجي برضو فوق اول غرزة اشتغل تاني 2 عمود، 1 2. بعد كده هشتغل في كل غرزة عمود ما عدا اخر سلسلة، فهشتغل كده 15 عمود بلف، فوق كل غرزة عمود واحد. هكمل لاخر السطر 15 عمود ونشوف اخر غرزة. هنا وصلنا لاخر غرزة اللي هي الغرزة الثالثة من غرز الارتفاع. بعد ال15 عمود هرجع اشتغل 3 عمود بلفة في قلب الغرزة، وارجع بقى تاني اعمل بقى تناقص عشان يديني شكل الهرم. فهرتفع سلسلة واحدة، هلف الشغل وهاجي برضو في اول غرزة اطلع منزلقة، الغرزة اللي بعدها منزلقة، هشتغل 6 منزلقة، 3 بطلع مرة واحدة من الحلقة، 4 5 6. بعد كده برتفع 3 سلسلة واجي في نفس المكان اشتغل 2 عمود، بعد كده ارجع اشتغل 9 عمود جنب بعض، 1 2 3 4 5. وهاجي في العمود السادس هحط واحدة لولي، فألف واطلع من أول حلقتين بس. وطبعا بما ان انا هنا في وش الشغل فهجيب اللولي كده من قدام الشغل واسحب واطلع من الحلقتين، الف الخيط على الابرة واكمل العواميد. ادي العمود اللي بعده، انا كده اشتغلت كام عمود بعد ال3 عواميد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، وادي العمود التاسع. بعد كده هاجي في الغرزة اللي بعدها واشتغل 3 عواميد في نفس الغرزة. بعد كده ارجع تاني 3 سلسلة، الف الشغل واجي فوق اول غرزة هشتغل 2 عمود، بعد كده هشتغل في كل غرزة عمود، هيبقوا 13 عمود ما عدا الغرزة الثالثة اللي الأخيرة. أنا وصلت عند آخر غرزة اللي هي الغرزة الثالثة، بصوا بتبقى موجودة ازاي بعد الغرزة عشان بتبقى مستخبية شوية. هشتغل فيها 3 عواميد في نفس الغرزة. السطر الجاي هشتغل 3 سلسلة، ألف الشغل وهاجي برضو في أول غرزة واشتغل 2 عمود، بعد كده هشتغل 17 عمود. ادي العمود الأول، التاني، التالت،
بعد كده في العمود الرابع هدخل واحدة لولي ألف واطلع من أول حلقتين بس، واجيبها كده اسحب الخيط اقفل عليها بس قوي اهي، ازقها كده من قدام وارجع تاني اكمل العواميد بتاعتي. وهاجي هنا هحط واحدة لولي تانية وبكمل العواميد، وفي اخر غرزة هشتغل 3 عواميد بلفة. ادي اخر غرزة هشتغل فيها 3 عواميد، 1 2. وصلت لاخر السطر، سوري، بعد الغرزة التانية هشتغل الغرزة التالتة. بعد كده السطر الجاي هرتفع برضو 3 سلسلة، هلف الشغل وهاجي في اول غرزة واشتغل 2 عمود. بعد كده هشتغل في كل غرزة عمود لحد اخر غرزة هشتغل فيها 3 عواميد. هنا وصلت لاخر السطر كده انا اشتغلت 21 عمود. بعد كده في اخر السطر هشتغل 3 عواميد في نفس الغرزة، 1 2 3. بعد كده هبتدي اعمل تناقص، فهشتغل سلسلة واحدة، هلف الشغل وهشتغل المرة دي 7 منزلقة، 1 2 3 4 5 6 ودي الغرزة السابعة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهيجي برضو في نفس الغرزة هشتغل 2 عمود. بعد كده هشتغل 7 هشتغل 11 عمود، منهم 13 عمود منهم اول 7، 1 2 3 4 5 6 وادي العمود السابع. في العمود السابع هحط واحدة لولي. بعد كده هرجع اكمل بقية 13 عمود، 8 9 10 11 12 وادي العمود ال13. في الغرزة اللي جنبها هرجع اشتغل 3 عواميد في نفس الغرزة، 1 2
3. وده الشكل بتاعها، لسه ما خلصناش. السطر الجاي هرتفع برضو 3 سلسلة وهلف الشغل، وهاجي في اول غرزة واشتغل 2 عمود. بعد كده هشتغل برضو في كل غرزة عمود لحد اخر غرزة، يبقى 21 عمود. بس انا هشتغل الاول اول 4 عواميد، 1 2 3. وفي العمود الرابع هحط برضو واحدة لولي، هجيب واحدة لولي وهلف كده واطلع من الحلقتين. بعد كده هكمل الشغل بتاعي، هكمل العواميد، وهاجي برضو على الغرزة الرابعة او العمود الرابع اللي قبل الاخير هحط واحدة لولي تاني. السطر الجاي بقى هرتفع 3 سلسلة، هلف الشغل وهاجي في اول غرزة اشتغل 2 عمود. بعد كده هشتغل في كل غرزة عمود، هيبقوا 17 عمود لحد اخر غرزة. هشتغل في كل غرزة عمود 17 عمود ونقفل السطر مع بعض. بقى وصلت للعمود برضو زي الناحية التانية، هلف الخيط ألف واطلع من أول حلقتين، هاخد اللولي وألف كده الخيط واطلع وأزقها لقدام في نفس اتجاه الشغل، وأكمل العواميد بتاعتي. وأجي في الغرزة التالتة واشتغل 3 عواميد بلفة. السطر الجاي هو ده آخر سطر في الشجرة، 2 3. فهرجع ارتفع تاني 3 سلسلة، ألف الشغل وهشتغل برضو فوق أول غرزة اشتغل 2 عمود بلفة. بعد كده هشتغل فوق كل غرزة عمود لحد آخر غرزة هشتغل فيها 3 عواميد بلفة. وهنا الشكل بعد ما خلصت أول واحدة زي ما انتوا شايفين كده، ونفس اللي عملته هنا هكرره في كل واحدة منهم، بس هنشبك في أجزاء معينة من الشجرة. فكده أنا هقص الخيط وهبتدي ألحمه في الشكل التاني وأبتدي أشتغل. فهاجي بقى كده أسحب غرزة واحدة، أسحب الخيط وهاجي في الرسمة اللي بعدها على طول، وباجي هنا عند آخر جزء في الشجرة في آخر سطر برتفع سلسلة واحدة وبلف الشغل وبشتغل 13 غرزة منزلقة، 1 2. بطلع مرة واحدة من الحلقة، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وادي العمود 13. بعد كده هرتفع 3 سلسلة وهاجي في نفس الغرزة اشتغل عمود واحد بس. بعد كده العمود اللي جنبه عمود، العمود اللي بعده عمود تاني، بعد كده عمود تالت،
واخر عمود هشتغل 2 عمود في نفس الغرزة عشان تديني الجزء اللي تحت بتاع الشجرة، وبقص الخيط على كده، وبكرر الكلام ده في كل الشجر اللي هي الجزء اللي تحت بتاعة الشجرة. هدخل هنا في الغرزة اللي فوق بالظبط اللولي واقعد الخيط هسحبه وارجع اشتغل نفس الطريقة تاني اللي هي 3 سلسلة، وفي نفس الغرزة هدخل تاني واشتغل 2 عمود وادي 2، والسطر اللي بعده هشتغل 3 سلسلة، الف الشغل واجي في اول غرزة برضو هشتغل عمود بلفة زي ما عملت بالظبط في الجنب التاني، واجي في الغرزة نفس الغرزة العمود التالت، واجي برضو في الغرزة اللي جنبيها هشتغل عمود، وفي الغرزة التالتة ادخل واشتغل 3 عواميد في نفس الغرزة، 1 2 3. السطر الجاي بشتغل 3 سلسلة، هلف الشغل واجي في اول عمود واشتغل 2 عمود، بعد كده هشتغل عمود 2، وفي العمود التالت هدخل واحدة لولي او لفتين، واحدة لولي واجيبها من قدام عشان الشغل من قدام اهي، وارجع اشتغل في العمود اللي بعده وارجع عمود تاني، وارجع في الغرزة الأخيرة اشتغل 3 عواميد، 1 2 3. السطر الجاي هبتدي بقى اشبك، فهشتغل 3 سلسلة، وهاجي في كده الوردة اللي جنبي او الشجرة اللي جنبي، وهاجي برضو في السطر الرابع 1 2 3. في السطر الرابع هاجي كده في الغرزة كانت التالتة اهي، ادخل الابرة اسحب الخيط واطلع مرة واحدة من الغرزة منزلقة، وهلف الشغل وهيجي في نفس الغرزة واشتغل بقى تاني عادي خالص عمودين بلفة في نفس الغرزة، بعد كده هشتغل فوق كل عمود عمود، وانا بشبك كل تقريبا 4 ادوار، مش تقريبا هي فعلا كل 4 ادوار بشبك، اشتغل عادي بقى في كل غرزة عمود، واجي في اخر عمود او اخر سوري غرزة اشتغل 3 عواميد، فهاجي هنا بعد ما عدلتها اهو بصوا التشبيك ازاي، برجع اشبك هنا واشبك هنا واشبك هنا،
فانا هرجع بقى اكرر الاربع عواميد اللي هو العمود ده وده 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 لحد هنا، ونشوف هنا هنشبكه ازاي. هكرر الجزء ده نفس الجزء ده واشبك في الجزء ده معاكم. هنا احنا شبكنا التشبيك الاولاني وبعدين اشتغلت الثلاث سطور، وهنا هبدأ السطر الرابع. يبقى عندنا سطر 2 3. في السطر الرابع هبتدي في اوله بعد ما عملت الثلاثة سلسلة اشبك في الزاوية او في الغرزة اللي قدامها اللي هي الغرزة الاولى اللي من فوق هنا. هسحب الخيط واطلع مرة واحدة من الحلقة. بعد كده هلف الشغل وهرجع اشتغل بقى عادي خالص. هشتغل الاول 2 عمود في نفس الغرزة، بعد كده فوق كل عمود عمود يعني 15 عمود، وبكمل لاخر السطر. وبعد كده برجع تاني اشتغل الاربع سطور اللي بعديهم واشبك في الجزء ده. هنا خلصت خلاص الثلاث سطور اهو. اشتغلت 1 2 3 وبداية السطر الرابع زي ما اتفقنا بنوصل في بداية السطر الرابع. هرجع ادخل هنا قدامها، اسحب الخيط واطلع مرة واحدة من الحلقة والف الشغل وارجع تاني اشتغل بقى 2 عمود، وارجع اشتغل في كل عمود عمود لحد ما اوصل لاخر السطر واكمل فوقيه 3 سطور وبعدين اوصل الجزء الاخير. هنا وصلنا للسطر الاخير في المفرش او في الشجرة التانية، وهبتدي اوصلها زي ما اتفقنا احنا بين سطر 2 3 وبداية السطر الرابع ببتدي اوصل بوحدات المفرش. هسحب الخيط والف واطلع مرة واحدة من الحلقة، هلف الشغل وارجع اشتغل بقى اخر سطر عندي 2 عمود بلفة في نفس الغرزة، ممكن اخد الخيط ده كده معايا وانا شغالة اهو. بعد كده هشتغل في كل عمود اشتغل عمود لحد اخر السطر. هنا بقى انا وصلت لاخر السطر، فهسحب غرزة وهقص الخيط وارجع اشتغل في الوحدة الثالثة زي ما انتوا شايفين بقى كده. وهنا اهو بعد ما خلصت الشجرة التانية برجع بقى اكرر نفس اللي انا عملته هنا، بكرره في كل وحدة وبشبكها بنفس الطريقة لحد ما بوصل لاخر شجرة عندي. هنا بعد ما كملت الشكل بتاع المفرش فاضل اخر جزء عشان نشوف ازاي هنوصلهم ببعض. هنا بقى هبتدي اشبك من الجنب ده والجنب ده، فهشتغل 3 سلسلة واجي في الجنب اللي احنا نفس الطريقة اللي بنشبك بيها. في الغرزة الاولى اسحب واطلع مرة واحدة منزلقة والف الشغل وارجع تاني في اول غرزة اشتغل عمودي الاول بلفة، ادي العمود الاول، بعد كده العمود التاني،
بعدين هرجع اشتغل في كل عمود عمود لحد اخر عمود. انا خلصت العواميد بتاعتي، هاجي برضو هشتغل، مش قبل ما اشتغل بقى التلاتة سلسلة، هاجي ادي الشجرة اللي الناحية التانية وهدخل برضو في اول غرزة، اسحب واطلع مرة واحدة منزلق. يبقى انا كده وصلت الجنب ده والجنب ده، وده نفس اللي هعمله في بقية الادوار كلها. بعد كده هلف الشغل وهاجي هدخل في اول غرزة واسحب اول منزلقة، 2 3 4 5 وادي العمود السادس. بعد كده ارجع بقى اشتغل عادي خالص 3 سلسلة واشتغل في نفس المكان عمودين تاني واكمل عادي بقى شجرة عادية لحد العمود السادس. يعني بسيب 1 2 3 4 5 6 لحد الجزء ده، وبكمل ارتفع واشبك نفس الطريقة في الجزء ده وفي الجزء ده وفي الجزء ده. هنا تقريبا بعد ما خلصت السطر وقفلت الشجر كله ابتدي اعمل بقى الكنار بتاع المفرش. دي بقى اعمل الكنار، فهاجي هسيب اول عمودين والعمود التاني في العمود التالت، يعني هنا 1 2 3 في رابع عمود بالظبط ادخل بالابرة في الغرزة وهلضم كده الابرة، اسحب الخيط وارتفع 3 سلسلة وفي نفس الغرزة هدخل واشتغل عمود بلفة. يبقى انا كده اشتغلت 2 عمود بلفة في نفس الغرزة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهاجي في اخر عمود عندي من العواميد هنا هدخل اسحب الخيط والف واطلع من الحلقتين غرزة حشو. بعد كده هشتغل 7 سلسلة 3 4 5 6 7 وهسيب 5 عواميد 1 2 3 4 5 وفي الغرزة السادسة هشتغل عمود بلفة. بعد كده 7 سلسلة 3 4 5 6 7 هلف الخيط على الإبرة وهاجي بين الشجرتين وأدخل واشتغل 2 عمود بلفة. وارجع تاني 7 سلسلة 3 4 5 6 7 هلف الخيط على الإبرة. بعد كده هسيب عمود عمود 2 3 4 5 6 7 وفي العمود الثامن هشتغل عمود بلفة وارجع تاني 7 سلسلة 3 4 5 6 7 واجي في الغرزة الثالثة هدخل واشتغل غرزة حشو. بعد كده 3 سلسلة وهاجي هسيب عمود 2 3 في العمود الرابع هدخل تاني واشتغل 2 عمود في نفس الغرزة 1 2 وارجع تاني 3 سلسلة واجي في اخر غرزة او في العمود الاخير هدخل واشتغل غرزة حشو. ممكن اقص بقى الخيط الزيادة عندي ده. زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده ارجع تاني 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7
وهسيب 5 عواميد، 1 2 3 4 5. في العمود السادس هشتغل عمود بلفة وارجع اكرر 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، واجي في النص هنا بين الشجرتين واشتغل 2 عمود بلفة، 1 2، وارجع تاني 7 سلسلة، 3 4 5 6 7. هلف الخيط على الإبرة وأسيب برضو 7 عواميد، 1 2 3 4 5 6 7. في العمود التامن اشتغل عمود بلفة وارجع اكرر تاني 7 سلسلة، 3 4 5 6 7. وهاجي هنا في الغرزة الأولى 3 غرز ارتفاع هشتغل غرزة حشو، وارجع تاني 3 سلسلة، واجي في العمود الرابع 1 2 3 4 اشتغل فيها 2 عمود بلفة في نفس العمود او في نفس الغرزة، وارجع تاني 3 سلسلة، واجي في الغرزة العمود الاخير واشتغل غرزة حشو. وارجع تاني 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. هلف الخيط على الإبرة وأعد 1 2 3 4 5 في العمود السادس، 1 2 3 4 5 في العمود السادس هشتغل عمود بلفة، وارجع اكرر تاني بقى بنفس الطريقة كده لحد ما اخلص السطر كله. هنا وصلت لاخر السطر، فهيجي بعد ما اشتغلت ال3 سلسلة هاجي في الغرزة الثالثة من غرز الارتفاع واسحب واطلع منزلقة، بالنسبة للسطر الجاي هرتفع 6 سلسلة، 3 4 5 6. هلف الخيط على الإبرة وهاجي فوق العمود التاني هدخل واشتغل 2 عمود بلفة، 1 2. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهاجي في الست سلاسل السبع سلسلة اللي جنبيهم على طول هشتغل فيهم 2 عمود بلفة، 1 2. بعد كده 3 سلسلة سوري 7 سلسلة، 4 5 6 7، واجي في ال7 سلاسل التانيين هشتغل برضو 2 عمود بلفة، 1 2. اشتغلت 2 عمود بلفة. بعد كده ارجع اشتغل تاني 3 سلسلة وهاجي هنا عندي دول عمودين، هاجي فوق العمود الاول وهشتغل 2 عمود بلفة، 1 2 3 سلسلة، وفوق العمود التاني 2 عمود بلفة. وارجع بقى اكرر تاني 3 سلسلة واجي في الفراغ اللي جنبه 2 عمود بلفة، 1 2. بعد كده 7 سلسلة واجي في الفراغ اللي جنبه 2 تاني عمود بلفة، 1 2.
بعد كده 3 سلسلة، واجي فوق العمود الاول اشتغل 2 عمود، 1 2 في نفس الغرزة. بعد كده 3 سلسلة، وفوق العمود التاني 2 عمود، 1 2، وارجع تاني اكرر بقى واعيد نفس اللي انا عملته ده بالظبط. هشتغل 3 سلسلة، واجي فوق ال7 سلاسل اللي بعديهم على طول 2 عمود بلفة. بعد كده 7 سلسلة، 3 4 5 6 7، واجي فوق ال7 سلاسل اللي بعديهم على طول اشتغل 2 تاني عمود بلفة، 1 2، وارجع بقى اكرر تاني بنفس الطريقة لحد لما اوصل لاخر السطر. وده هنا بعد ما خلصت السطر التاني. طبعا كل ما نشتغل كل ما الشغل هيشد معانا اكتر. هنبتدي بقى، هقفل السطر ده معاكم ونشوف السطر الجاي. هبتدي بقى اقفل الجزء ده، فهاجي اشتغلت 3 سلسلة، وهاجي في نفس الغرزة او نفس العمود اللي احنا اشتغلنا فيه 3 سلسلة او 6 سلسلة، هدخل واشتغل عمود بلفة. بعد كده هاجي في الغرزة التالتة 1 2 3، في الغرزة التالتة عندي 1 2 3، هدخل اسحب الخيط واطلع مرة واحدة منزلقة. بالنسبة للسطر الجاي هدخل في الغرزة التانية اللي بعديها منزلقة، والغرزة التانية منزلقة، يبقى كده وصلت للغرزة اللي في النص. وهرجع ارتفع تاني 6 سلسلة، 5 6، هلف الخيط على الإبرة وهاجي في الفراغ هشتغل المرة دي 3 عواميد بلفة، 2 3. بعد كده هشتغل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، هلف الخيط على الإبرة وهاجي بعد العمودين دول اللي هما ال7 سلسلة هشتغل فيهم 2 عمود بلفة، 1 2، وارجع تاني 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، واجي هنا عندي في حرف الفي هاجي في النص اشتغل 3 عواميد بلفة، 1 2 3. بعد كده 3 سلسلة، واجي في نفس المكان 3 عمود بلفة تاني، 1 2 3، وارجع تاني 7 سلسلة، 3 4 5 6 7، هلف الخيط على الإبرة وهاجي بين الاتنين عمود في ال7 سلسلة اشتغل 2 عمود بلفة، 1 2، وارجع تاني 7 سلسلة، 4 5 6 7، واجي برضو في قلب حرف الفي هشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، و3 عمود في نفس المكان. واكمل كده
شايفين كده بنفس الطريقة كده لحد ما اخلص السطر كله. هنا وصلت لاخر السطر. بصوا الكنار بالشكل ده الكنار. هاجي بقى اشتغلت 7 سلسلة هنقفلها مع بعض، وهنيجي في الفراغ اللي قبل ال3 سلاسل او ال6 سلاسل هشتغل 2 عمود بلفة. ادي 1 وادي 2. بعد كده اجي في الغرزة التالتة 1 2 3 وادخل واسحب واطلع منزلقة. السطر الجاي وهو هيكون السطر الاخير هدخل في الفراغ تاني اسحب الخيط واطلع وارتفع 3 سلسلة. بعد كده في نفس الفراغ 2 عمود بلفة. 1 2. هنا هبتدي احط الخرزة او اللولي عندي، فهجيب كده اول واحدة لولي وهحط اللولي واسحب خرزة، اسحب الخيط على اللولي كده. بعد كده هلف الخيط على الابرة وفي نفس المكان هشتغل تاني 3 عواميد بلفة. 1 2 3. بعد كده هشتغل 7 سلسلة 3 4 5 6 7. هلف لفة 2 على الابرة وهاجي هنا الغرزة اللي قبل الاخيرة اهي، هدخل ألف واطلع من أول لفتين وأرجع ألف واطلع من تاني لفتين بس. بعد كده هحط واحدة لولي في النص. بعد كده هلف لفة 2 على الإبرة، وبعد العمودين هسيب الغرزة الأولى وفي الغرزة التانية ألف واطلع من أول لفتين وأرجع ألف واطلع من تاني لفتين. بعد كده هلف واطلع من ال3 لفات كلهم مرة واحدة، فهتبقى نازلة عندي زي ما انتوا شايفين كده. وارجع تاني اشتغل 7 سلسلة. هجربها تاني معاكم. ادي لفة 2 على الابرة وهاجي الغرزة اللي قبل الاخيرة الف واطلع من اول لفتين وارجع الف واطلع من تاني لفتين. بعد كده هحط الخرزة وهلف لفة 2 وهسيب غرزة وفي الغرزة التانية بعد العمود اول لفتين تاني لفتين. بعد كده هقفل على اللولي بتاعتي. بعد كده ارجع تاني 7 سلسلة 3 4 5 6 7. هلف لفة واحدة على الابرة وهاجي هنا هشتغل 3 عواميد بلفة. 1 2 3. بعد كده هجيب واحدة لولي واقفل عليها وارجع اشتغل 3 عواميد بلفتين. 1 2 3. وارجع تاني 7 سلسلة 4 5 6 7. لفة 2 وهاجي برضو قبل العمود قبل العمودين الغرزة اللي قبل الأخيرة ألف واطلع من كل لفتين مع بعض ما عدا آخر لفتين. وألف لفة 2 وآجي هسيب بعد العمودين غرزة في الغرزة التانية ألف واطلع من كل لفتين مع بعض. بعد كده أطلع من ال3 حلقات مرة واحدة، فبتبقى زي ما انتوا شايفين كده. وبكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد لما اخلص السطر بتاعي. ادي 3 عواميد. بعد كده اجيب واحدة لولي
3 عواميد تاني في نفس المكان، 1 2 3 وارجع تاني 7 سلسلة، لفة 2، هاجي قبل العمود هسيب الغرزة اللي قبل العمود الغرزة اللي قبليها، يعني الغرزة اللي قبل الأخيرة. بعد كده هجيب واحدة لولي، لف لفة 2 وأسيب غرزة، وفي الغرزة اللي بعديها اللي هي تاني غرزة تعتبر بعد العمود بعد كده ألف وأطلع من ال3 حلقات مرة واحدة، وبكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد ما أخلص السطر كله بتاعي. هنا أنا وصلت لآخر السطر زي ما انتوا شايفين كده اهو. طيب بعد ما اشتغلت 7 سلسلة هاجي في الغرزة الثالثة أدخل بالإبرة وأسحب الخيط وأطلع مرة واحدة من الحلقة وأسحب سلسلة وأقص الخيط، وبكده يبقى المفرش خلص عندي. هنا اهو شكل المفرش بعد ما خلص، بصوا شكله جميل ازاي. عايزه اقول لكم المفرش ده قطره 50 سنتي، هياخد معاكم بالظبط 100 جرام خيط قطن، حسب اي نوع خيط قطن انتوا حابينه، سواء قطن مصري او اليزا ديفا، او انا اشتغلت ده خيط كوتون برليه اللي هو بتاع التطريز برضو حلو جدا. وتقدروا تدخلوا لون ولونين، ممكن تعملوا كل شجرة لون زي ما انتوا حابين. اتمنى يا رب يكون المفرش عجبكم، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوني فيديوهات تاني ان شاء الله.